بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنحكي حكاية جميلة جدا، إزاي سيدنا البابا كيرلس شخط في الست وقال لها: انت يا ست، انت قليلة الذوق، ازاي تعملي اللي عملتيه ده؟ الست اتخضت وجشت في نفسها وقالت له: انا سيدنا انا عملت ايه؟ وبدأ يحكي لها اللي هي عملته بالتفصيل. فكان ما عليها ان هي اتكسفت جدا بسبب اللي عملته ده، وقعدت تقول له: سامحني يا سيدنا سامحني. فهنعرف مع بعض ايه اللي عملته الست ده، وازاي البابا كيرلس عرف اللي هي عملته في قلب شقتها في اوضتها، وازاي وصل له كل اللي حصل. هنعرف بالتفصيل في فيديو النهاردة معجزة اليوم. لكن لو بتتفرجوا علينا لأول مرة وحابين تسمعوا معجزات وأخبار الكنيسة، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان دايما يوصل لكم إشعار بكل ما تقدموا. طبعا مش هوصيكم ان انتوا تخدموا معايا بانكم تشيروا الفيديو ده وتضغطوا على اللايك توصلوه لغيركم عشان ياخد بركة البابا كيرلس وماريمينا معانا النهاردة. وما تنسوش تقولوا آرائكم في التعليقات. تعالوا نعرف الحكاية من أولها. اللي حصل ده مع سيدة تقية جدا، وهي من عائلة متدينة، وكانت من قنا، وكانت بتعيش حياة المسيحية، وكانوا عايشين حياة مسيحية بمعنى الكلمة، وعندهم فضائل كتير جميلة من العطاء والخدمة. كل الحاجات المسيحية الجميلة كانوا متحليين بيها، وكانوا عايشين في مخافة ربنا، وعندهم إيمان وحياة قداسة قوية جدا. وكانوا العيلة دي معروفة عند البابا كيرلس، وكانوا مقربين ليه خالص. واللي خلاهم يقربوا للبابا كيرلس ان البابا كيرلس كان ربنا مديله روح ان هو يكشف الأسرار، فكان عارف مدى تمسكهم بالفضيلة وحياة الإيمان ومدى حبهم لربنا يسوع المسيح، فكانوا مقربين جدا لقلبه. والست دي اتجوزت في اسكندرية، وكانت تحب البابا كيرلس جدا، وكانت تحب اول ما تعرف انه جه اسكندرية وبيعمل قداسات يوميا كانت لازم تحضر كل قداس يعمله البابا كيرلس يوميا. وطبعا كانت حريصة على نوال بركته يوميا، كانت بعد القداس تروح له وتتقابل معاه وتاخد بركته هي وبعض افراد عائلتها. فكانت كل يوم بتعمل كده، الى ان يوم من الايام البابا كيرلس صلى صلاة القداس الإلهي وبارك الناس ووزع لقمة البركة على كل اللي كانوا موجودين. وهو في طريقه رايح للقلاية لقى واحدة ست عمالة تبكي بدموع بحرقة شديدة وتستغيث بالبابا كيرلس وتقول له: يا سيدنا مش قادرة يا سيدنا على التجربة الصعبة دي، أنا عارفة أنك لو صليت لربنا هيتمجد، وعمالة تبكي بحرقة. فالسيدة اللي هي من قنا ديت بتقول: انا كنت حاضرة اليوم ده مع البابا كيرلس من اول صلاة القداس لحد ما شفت بعيني اللي حصل يعني. فبتقول هي قربت من الست ديت لما لقيتها بتبكي في حرقة وقعدت تهدي فيها يعني عشان منفعلة، لكن الست كانت عندها لجاجة فكرتها بتقول بالمرأة الكنعانية اللي فضلت تصرخ من اجل شفاء بنتها. وفعلا بدأت الناس تبص ايه اللي هيحصل وايه اللي هيقوله البابا كيرلس للست دي. فالبابا كيرلس بتقول: مش اول مرة اشوف منظر زي ده، يعني قبل كده ناس كل اللي كانوا عندهم امراض او ضيقات او تجارب كانوا ييجوا كانوا واثقين ان ابوهم الحنين البابا كيرلس يستطيع بنعمة ربنا يسوع المسيح انه يريح التعابة ويشفي المرضى. لما سيدنا لقاها بتبكي قوي كده التفت ليها وبصلها وقال لها بأسلوبه الأبوي، قال لها: طيب يا بنتي هنبعتلك مريمينا، خلاص هنبعتلك مريمينا حبيبة أبوكي ما تخافيش. قامت الست الصعيدية اما لقت البابا كيرلس عمال يقول كده فقعدت تصرخ وتقول: وانا كمان يا سيدنا، انا كمان يا سيدنا، كأنها عيلة صغيرة وشبطت في حاجة. فالبابا كيرلس لما لقاها عماله تعيد وتزيد كده فبصلها وقال لها: عاوزه ايه يا بنتي انتي؟ فقالت له كده زي الاطفال اللي ماسكين في حاجه، قالت له:
انا كمان يا سيدنا بعتلي مريمينا زيها بالظبط. فقام البابا كيرلس بصلها وابتسم وقال لها طيب روحي يا بت انت كمان مريمينا هيجيلك. وصلى ليهم وخرجوا هم، روحوا انصرفوا بسلام، وسيدنا صعد لقليته، وكل واحد زي ما بيقولوا راح لحال سبيله. الأخت دي راحت مدرستها لأنها كانت مدرسة في أحد المدارس الإعدادية، وقضت يومها الشغل عادي خالص، ورجعت آخر اليوم لبيتها واهتمت بأمورها المنزلية، حضرت الأكل لجوزها وقعدوا يتغدوا سوا. وبعد كده شافت أولادها وجالها ناس من قرايبها زيارة، قعدوا وقت لطيف وطيب مع بعض. كان كل كلامهم وقعدتهم روحية، يصلوا، يجيبوا سير القديسين، يحكوا معجزات ربنا يسوع المسيح اتمجد بيها بصلوات قديسين كتير. هي دي كانت عادة اجتماعاتهم، مش ان هم ينموا او يجيبوا سيرة فلان او فلان عملت او فلانة شفت كانت لابسة ايه في الكنيسة او ابونا عمل كذا الخادم ما عملش كذا. لا، هي ما كانتش خالص ديت كلامهم ولا هدفهم في القعدة، كانت قعدتهم روحية بحتة. وبعد ما خدوا قعدتهم مع بعض يعني استأذنوا وروحوا، وهي في الوقت ده كانت ناسية تماما اللي حصل معاها الصبح، رغم ان خدت حتة وعد المفروض كانت تنتظره يعني بفارغ الصبر انه هيجيلها مريمينا. لكن هي ببساطة ما حطتش الموضوع ده في حسبانها خالص ولا أولويتها. كل اللي عملته زي ما هي متعودة، صلت صلاة نص الليل هي وجوزها التقي دوت، ودخلوا علشان يناموا. كان في الوقت ده الساعة قربت على 11 قبل منتصف الليل. ولما بدأت تروح في النوم كان حوالي الساعة 12 بعد منتصف الليل، وبدون أي مقدمات فتحت الأخت دي عينيها، بصت يعني فوقت كده من نومها، سمعت ان صوت باب الأوضة بيتفتح. فبتبص كده لقت هالة من النور والمنظر رهيب نوراني جدا، مريمينا العجايبي بالمنظر التقليدي اللي كلنا عارفينه في الصور، اللي رافع ايديه الاتنين ولابس لبس الجندية اللي في الوقت ده اللي هو اللبس الجندية القصير وكده، وبيدخل في هدوء عجيب جدا وبيقرب ناحيتها وكطيف نوران. يعني الست ديت يعني جالها حالة من الذهول والخوف، وبقتش عارفة حتى تتنفس ومرعوبة، ويعني حتى حاسة ان هي مش مستحقة ان هي تشوف الشهيد مريمينا، وما بقتش قادرة تتكلم ولا تقول اي حاجة. حاولت كتير جدا ان هي يعني تتملك قواها وتحرك ايديها عشان تصحي جوزها يشوف مريمينا او يعني ينقذها يكون معاها يعني، لكن ما عرفتش. وحاولت ان هي تنادي برضو ما لقت نفسها مش قادرة ان هي حتى تتكلم، كأنها اتجمدت تماما. طب انت طلبت مريمينا وهو جالك، على الاقل قولي بقى كل الطلبات اللي نفسك فيها يوصلها لربنا، حد يطول يعني. ويعني من هول الموضوع اللي حاسه بيه يعني بالعافيه من كتر الخوف مسكت البطانيه وجت بسرعه غطت وشها، وبعدها راحت في النوم. يعني كل اللي بيسمعوا يتمنوا بس حد من القديسين اللي بيحبوهم يزوروهم، ولو مريمينا ولو حد من القديسين يعني. الصبح بدري قامت، كانت متأخر عن ميعاد صحيانها كل يوم ساعة كاملة، فطبعا اتأخرت على ميعاد القداس. قالت في نفسها انا اتأخرت عن القداس لكن هروح برضو ان شاء الله لو ألحق اي حاجة في القداس. بدأت تجهز نفسها بسرعة وخرجت راحت على الكنيسة. وفعلا لما وصلت للكنيسة المرقصية باسكندرية كان البابا خلص القداس وصرف كل الناس وطلع القلاية بتاعته، فهي طلعت بسرعة وشعرة بالتأخير يعني، ومحاولتها ان هي توصل في الزحمة ديت لسيدنا. كانت في الوقت ده ناسية خالص الرؤية اللي هي شافتها. ف يعني سألت الخادم اللي هناك هو البابا موجود ولا دخل قلايته؟ قال لها لا هو موجود في فوق يعني. فطلعت خبطت على الباب، وهي كانت معروفة عند السكرتارية هناك والخدام انه هي معروفة عند البابا وكده.
ففتحوا لها الباب. سيدنا قال لهم افتحوا. قالت انا هاخد بس بركة سيدنا وامشي على طول. قالوا لها ادخلي، هو امر ان انت تخشي يعني. فجاية تخش، كان البابا قاعد على الكرسي في طرف الصالة كده بتاعت الاستقبال اللي كان بيستقبل فيها الزوار اللي بيجوا يزوروه يعني. فهي ضربت مطانية من وهي عند الباب هناك خالص، وهي بتقول السلام ليك يا سيدنا. فرد عليها البابا كرولوس بصوت عالي وهو محتد كده وزعلان جدا. قال لها انت يا بنت يا قليلة الذوق، انت ما عندكيش دم. تخيلوا انتوا لو حد مسؤول او حد مهم قوي وجايلكوا زيارة، ده انتوا هتكنسوا الشقة وتوضبوا اكل وتوضبوا نفسكوا وتوضبوا، هتقولوا له كلام ايه؟ طب دي جالها بقى شهيد وقديس عظيم وفي السماء، وهي كل اللي عملته غطت وشها اللي هو خلاص امشي من خايفة. فلما لقت البابا كرولوس قال لها كده استغربت جدا ومش فاهمه هو ليه بيقابلها كده، والاول مره تسمع من سيدنا انه يوبخها. فقعدت تقول له انا يا سيدنا ليه يا سيدنا انا عملت ايه؟ فقال لها بقى انا بعتلك الراجل على مريمينا تعملي فيه كده. في الوقت ده افتكرت الاخت دي الرؤية ومنظر مريمينا، فقعدت تقول له انا اسفه يا سيدنا، انا بس خفت يا سيدنا، حقك عليا، انا اسفه اخطيت، حللني وسامحني يا سيدنا. طبعا انتوا عارفين البابا كرولوس وقلبه الحنين، مجرد ما قالت بس كده البابا كرولوس ابتسم في وشها وقال لها لما انت يا بنتي مش قد الحاجات ديت يعني ليه بتطلبيها؟ كنت سكتتي، مش انت اللي طلبتي مريمينا يجيلك وانا قلتلك حاضر؟ ليه لما جالك عملت كده؟ وحكالها بالتفصيل اللي هي عملته كأنه كان واقف وحاضر. فهي قعدت تقول له انا اسفه يا سيدنا صلي من اجلي، فحط ايده على راسها عشان يريحها وصلى لها وباركها، وقعدت تتوسل ليه تقول له خلي مريمينا ما يزعلش مني يا سيدنا. فالبابا كرولوس ضحك وقال لها القديسين يا بنتي ما يعرفوش الزعل. لكن الست طلعت من عند البابا كرولوس عماله تضرب في ايديها وتقول ازاي يعني يبعت ليا مريمينا فعلا زي ما قال، ومريمينا بعد ما يجيلي ويحصل كده يرجع للبابا كرولوس ويحكي له كل اللي حصل معايا. فعلا هي الحد الكبير ده صداقة وألفة بين البابا كرولوس ومريمينا. بتقول في الوقت ده حسينا فعلا ان احنا بنعيش ايام السما على الارض، لا فرق ولا حساب للزمن ولا حدود للمكان. السما تحسه انفتحت وصارت الناس في زمن النعمة. لا اقدر اقوله يا بخت اللي قريبين جدا من ربنا واللي قريبين جدا من القديسين. الست دي استحقت فعلا ان هي تشوف مريمينا، عشان هي دايما الكلام مع ربنا، دايما تروح الكنيسة، دايما تتناول، فاستحقت ان هي تشوف مريمينا. لكن ردة فعلها ترجع لشخصيتها بقى. يعني لو عايز تشوفوا حد من القديسين بسهولة جدا تقدروا تشوفوهم صدقوني، لكن الالتصاق بربنا هو اللي يخلي السماء مفتوحة والقديسين طالعة ونازلة علينا. بركة البابا كرولوس ومريمينا العجايب تكون معانا، يشفعوا سويا فينا أمام عرش رب المجد يسوع المسيح. وكل واحد وواحدة في حضراتكم بيطلبوا طلبة قادر ربنا يستجيب بشفاعة البابا كرولوس ومريمينا. اذكروني دايما في صلواتكم، وأشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد. أما سؤال النهاردة، من هو شفيع الطلبة؟ مين هو اللي ملقب بشفيع الطلبة؟ اكتبوا لي الإجابة في التعليقات، وأشوفكم بخير. سلام.